مرحباً بكم. في هذا الفيديو سنغوص في عالم الأديان القديمة، حيث تخفي المعابد والمخطوطات سراً أعمق مما تظنون، بين طقوس غامضة ومعتقدات دفنتها الحضارات. تبقى العديد من الأسرار غير مكشوفة حتى اليوم. الدين المصري القديم. في مصر القديمة كان الدين هو نبض الحياة، ولكن ما لم يكتشف بعد هو معنى الطقوس الدقيقة التي أتقنها الكهنة. كيف تمكنوا من تحنيط الأجساد بهذه الدقة؟ يعتقد أن المصريين القديمين لم يحفظوا الأجساد لتهيئتها فقط للحياة الآخرة، بل لاستخدامها كوسيلة اتصال مع العوالم الأخرى. كانت هناك طقوس معقدة مثل عيد الأوبت، حيث يحتفل المصريون بإعادة إحياء الإله أوزوريس، إله الحياة بعد الموت. هل تعلمون أن الكتابة الهيروغليفية كانت وسيلة لتوثيق المعلومات والأحداث، وتحتوي على أسرار طقوس ودروس حياتية لم يكشف عنها بعد؟ دين المايا. أما في حضارة المايا فكان التقويم الدائري يستخدم لتحديد الوقت للأغراض الزراعية والدينية. لديهم اعتقاد أن الزمن يتكرر، مما يجعل الأحداث التاريخية تتكرر. الإله كوكولكان، إله الرياح والخصوبة، كان يحتفل به من خلال طقوس معقدة. يعتقد بعض العلماء أن اختفاء حضارة المايا فجأة يعود إلى التغيرات المناخية أو الحروب، لكن لا توجد إجابات حاسمة. وفي الزرادشتية تعد النار المقدسة رمزاً للنقاء والحكمة. يؤمن الزرادشتيون أن العبادة على النار تنقل الأفراد إلى مستوى أعلى من الروحانية. تشمل الطقوس طقوس التطهير وعبادة الأعياد، وتعقد في معابد النار. الصراع بين الخير والشر هو جوهر هذه الدين، حيث يمثل أهورا مزدا الخير وأهريمان الشر. كيف كانت هذه الأفكار تؤثر على حياة الناس اليومية؟ الدين اليوناني القديم. أما بالنسبة للدين اليوناني القديم فكانت الأساطير تمثل قصصاً غامضة عن الآلهة مثل زيوس وأثينا. هذه الآلهة كانت تعتبر كائنات ذات قوة خارقة، وكان يعتقد أنها تؤثر على مصير البشر. كانت الأعياد تحتفل في معابد ضخمة، حيث يقدم القربان للآلهة. ومع ذلك تبقى الكثير من الأسئلة بلا إجابة. كيف كانت هذه المعتقدات تشكل حياة الناس في ذلك الوقت؟ وما الذي كان يدفعهم لعبادة هذه الآلهة؟ لا ننسى المعتقدات السلتية التي تتمحور حول الطبيعة والأرض. كان السلت لديهم ارتباط وثيق بالطبيعة، وكانت لديهم آلهة تمثل عناصر الأرض مثل الماء، النار، والهواء. هذه الآلهة كانت تعبد في الطقوس المتعلقة بالزراعة والتقويم الفلكي. هل كانت هذه الممارسات مرتبطة بفهم أعمق للكون، أم أنها مجرد طقوس بدائية؟ ما نعرفه حتى الآن هو قطعة صغيرة من لغز كبير. هذه الأديان القديمة وطقوسها الغامضة تجعلنا نتساءل: هل كانت هذه المعتقدات تحمل معرفة مخفية تجاوزت ما ندركه؟ وهل لا تزال بعض الأسرار مدفونة في طيات التاريخ تنتظر من يكشف عنها؟ وفي النهاية تظل أسرار الأديان القديمة تشد انتباهنا وتجعلنا نتساءل عن معاني الحياة وما يخفى عنا في هذا العالم الذي نعيش فيه. هل نستطيع أن نفهم تاريخ أفكار الإنسان وما يحمله من الأسرار التي لم تكشف بعد؟ إن كل طائرة في السماء وكل شجرة في الأرض تخبئ أحاديث وأساطير تحت أغصانها.
لكم خالص الشكر على مشاهدتكم، ونأمل أن كانت المعلومات التي قدمناها قد أثارت اهتمامكم. إذا أعجبكم الفيديو يرجى الإعجاب والاشتراك في القناة لتبقوا على اطلاع بكل جديد. دعونا نستكشف معا مزيداً من الأسرار والأفكار الغامضة التي تحيط بنا. شكراً لكم وإلى اللقاء.